صباح الفل يا سولو، اخبارك ايه؟ النهارده عندنا مفاجأة وعندنا حاجة كده ناس كتير قوي محتاجاها. وهنقول ايه التغيرات اللي تمت في ال 508 الفيس ليفت 24. ولازم تفهموا ان الفيس ليفت ده تغيير تم في وش العربية وفين؟ وفي ظهر العربية. لو جينا لوش العربية القداماني زي ما انتم شايفين كده، حصل تغيرات في الشبكة الأمامية بالكامل بالاكسدام، حصل تغيرات في الفانوس بتاع العربية، اتلغى الناب وأصبح الفانوس كله كاستمايز حتة واحدة مع بعضيها. وحصل تغيير تاني في شكل الجنط بتاع العربية، زي ما حصل برضو تغيير في ال- الظهر بتاع العربية. واللي تم في ظهر العربية ولازم الناس كلها تعرف الموضوع ده، وعاوز اعملها مسابقه بالنسبه لهم يا سولوم، اللي احنا نشوف الناس هتعرف ايه التغيرات اللي تمت في ظهر العربيه. يلا بينا نوريهم ظهر العربيه من ورا ونشوف ايه التغيرات اللي تمت في ظهر العربيه. في ظهر العربيه حاجه تم التغيير تم، بس لازم الناس كلها تعرفه في الحته دي ايه اللي تم هنا. ودي المسابقه اللي انا عاوز اعملها للناس، ايه اللي تم هنا في التغيرات اللي في ظهر العربيه من ورا. واللي هيعرف له هديه عندي جامده جدا 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 جدا. ال 508 معروفة إن العربية دي من أقوى العربيات اللي أنتجت من شركة بوجو، لأن العربية دي دخلت تنافس في كاتيجوري صعب جدا في المقارنات اللي حواليها، زي السي 180، زي البي ام دبليو 320، وبرضه زي السي اللي هي في نفس الشريحة ونفس السيجمنت بتاعة العربية ال 508. 508 بتتميز إن العربية دي الفرش بتاعها من جوه ده جلد طبيعي اسمه جلد نابا. والجلد النابا ده من اغلى انواع الجلود على مستوى العالم. وبيبقى الكرسي طبي معمول من خلال ناس دكاتره في المانيا، يعني منظمه اسمها اي جي ار، ودي بتعمل كراسي طبيه بنسبه 100%. والكلام ده تقدروا حضراتكم تدخلوا على جوجل وتعملوا سيرش عن الكلام ده كله. الشاشه بتاعت العربيه اتغيرت، اصبحت 3 دي شاشه العدادات. والشاشه الوسطيه ايضا اتغيرت، اصبحت بتدعم نظام اللي اسمه اي توجلز. وده هيحتاج مننا شرح كبير قوي، هنشرحه الايام اللي جايه باستفاضه. شكل الجنط كمان اتغير، واصبح تو تون فيه الاسود اعلى من الفضي، وده شيك جدا بالنسبه للمقارنات. 508 الجديده الموتور الجديد اللي فيها موتور بيور تك 215 حصان 300 نيوتن متر على جير بوكس ايسن ياباني 8 نقلات. ودي كانت حاجه سريعه كده، وان شاء الله استنوا بقى شرح الاي توجلز.